السلام عليكم دكاترة تانية ثانوي. إن شاء الله بإذن الله هنحل أسئلة مهمة جدا 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 على العامل المحدد للتفاعل وحجم الغاز. ماشي. أول سؤال بيقول لي في التفاعل التالي 4B زائد 5O2 يدينا 2B2O5 عند اتحاد 5 جرام من الفوسفور مع 2 جرام من غاز الأكسجين، فما المادة المحددة للتفاعل؟ أولا بس خلينا نتفق على حاجة. المادة المحددة للتفاعل هي المادة التي تستهلك الأول. يعني التفاعل شغالها ما بين الفوسفور، تمام، ما بين الفوسفور والأكسجين. تمام ما بين الفوسفور اهو والأكسجين اهو. تمام. في واحدة فيهم هيخلص الأول أو في واحدة فيهم هتخلص الأول، يبقى دي المادة المحددة للتفاعل. ممكن أعرفها تعريف تاني، ممكن أقول هي المادة التي تعطي أقل عدد من مولات النواتج. المهم اللي يدينا أقل حاجة من الناتج يبقى ده المادة المحددة للتفاعل. اول حاجه في الماده المحدده للتفاعل عشان احلها لازم افتح الصفحه كده واقسم الصفحه بتاعتي نصين. تمام. وببدا اعمل علاقه ما بين المتفاعلات والنواتج. يعني انا هعمل علاقه ما بين الفوسفور وده مره وما بين الاكسجين وده مره. تمام. يلا بينا. يبقى انا هعمل علاقه ما بين 4B س 2B2O5، وهعمل علاقة ما بين 5O2 وما بين 2B2O5. كده الحمد لله أنا عملت علاقة ما بين المتفاعلات ومين والنواتج. أبدأ أعوض واحدة واحدة. قال لي عند اتحاد 5 جرام من الفوسفور، أنا لما أجي أرسم بشد سهمين، سهم اللمة دي ها، سهم اللمة دي، وأدي سهم اللمة دي ها، وأدي سهم اللمة دي. تمام يا مستر. واحدة واحدة بقى هنعوض واحدة واحدة. بيقول لي عند اتحاد 5 جرام من الفوسفور، يبقى الفوسفور مديني منه 5 جرام. علمتك وقلت لك قبل كده دايما الرقم اللي مديهولك بيبقى قصده علامة استفهام. يفضل يبقى زيه، مش شرط يعني، بس اللي انت عايزه. تمام. اما هنا 5 جرام، او قصدي مدينا معلش هنا 2 جرام، يبقى ده 2 جرام اهو، قصده علامة استفهام جرام. ده جرام يبقى اللي فوق جرام، ده جرام يبقى اللي فوق جرام، لان تحت وفوق زي بعض. ده جرام برضه يبقى فوق جرام، وده جرام يبقى اللي فوق جرام. وابدا اجيب الكتلة المولية عادي. تعال نجيب الكتلة المولية مع بعض. اول حاجة الفوسفور، ده مكتوب جنب 4 مضروبة في 31. يبقى انا همسك آلتي كده واقول 4 في 31 اه، 4 في 31 تطلع لك 124. تمام يا مستر. اللمة التانية خلي بالك بقى، هنا مشكلة. الاتنين هنا مش مضروبة في الفسور بس، ده مضروبة في المركب كله. لو مضروبة في المركب كله تكتبها وتفتح قوس. البي ب31 مضروبة في 2 زائد الأو ب16 مضروبة في 5. تمام. ليه؟ لأن الآلة هتعمل القوس الأول وبعد كده تضربه في 2، كده أنا ضربت المركب كله في 2 وفعلا ده اللي حصل. تمام. يبقى يا عم الحاج ادي 2 افتح قوس، 31 في 2 زائد 16 في 5، زائد 16 في 5، يطلع لنا على الآلة 284. ثم بعد كده ابدأ اعمل عملية مقص. تمام. اول لما اعمل عملية مقص الناتج اللي هيطلع هنا هنكتبه مع بعض كده، يلا مع بعض. مقص 5 في 284 على 124 تطلع لنا 11.45. تقوم ماسك البتاع ده وعلمني عليه خط. اذا الفوسفور ده ادانا الرقم ده من النواتج مع علامة الاستفهام عند النواتج. تعال نشتغل هنا يلا مع بعض. تعال نحسب ال5O2. ادي 5، الأو ب16 بس مضروبة في 2. بص 5 وشيل الأو حط 16 واضرب في 2 يطلع 160. طب 2B2O5 ما انت لسه حاسبه اللمة التانية ب284. لو عايز اعمل عملية مقص بالراحة واحدة واحدة اهو. يبقى 2 في 284 بضرب ده الأول في ده على ده. تمام. على 160 تطلع لك 3.55. تمام. اللي أنا لاحظته إن الأكسجين ده والفوسفور ده، الفوسفور طلع لي الرقم ده والأكسجين طلع لي الرقم ده من النواتج. مش أنا قلت لك من شوية العامل المحدد للتفاعل هي المادة التي تعطي أقل عدد من مولات النواتج؟
او من كتل النواتج او اي حاجة قليلة من النواتج، خلاص يبقى اذا كده هكتب بقى اشتغل. اذا الاكسجين هو المادة المحددة للتفاعل. فواحد قال لي يا مستر عرفت منين؟ قلت له لانها اعطت اقل عدد من المولات او الكتل. يبقى الاكسجين هو المادة المحددة للتفاعل. صعب الموضوع؟ لا يا مستر الموضوع في التمام منه. نخش على السؤال اللي بعده واحدة واحدة. سؤال بيقول لي على حجم الغاز، بيقول لي في التفاعل التالي احسب حجم. بص يا اساتذه احنا خلينا متفقين على حاجه بس ايه، مش هنغيرها باذن الله. لو جالي معادله في امتحان اخر السنه او اي امتحان فانا بحدد هو عايز ايه ومديني معلومه عن ايه. هو بيقول لك احسب حجم غاز CO2، شد لي تحته خط، الناتج من تفاعل 53 جرام من كربونات الصوديوم، شد لي تحتها خط. يبقى الباقي ده كله ولا ليه اي 30 لازمه. اتفقنا؟ عرفنا بحدد الطرفين ازاي؟ خلاص يا مستر حددنا الطرفين اهو، Na2CO3 مع CO2. كده انا حددت الطرفين، ببدأ اشد سهمين بالشكل ده كده واحدة واحدة. انا معاك اهو، مديني معلومة ده في المسألة، اطلع فوق كده لو كنت مركز معايا في الاول هتلاقيهم 53 جرام. دايما الرقم اللي مدولك قصده علامة استفهام، لتر. واحد قال لي يا مستر حطيت هنا لتر ليه؟ يا حبيب قلبي مش هو عايز ايه؟ حجم الغاز. حجم الغاز ده بيتقاس بوحدة اللتر. ده جرام، لازم اللي فوق يبقى جرام لان فوق وتحت زي بعض. ده لتر يبقى اللي فوق لتر. جرام بحسب حاجة اسمها الكتلة المولية. يلا نحسب الكتلة المولية. 23 مضروبة في 2 زائد او الكتلة يعني، زائد 12 زائد 16 في 3. المهم اللي هيطلع لك الناتج 106. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. لتر يبقى احسب حجم الغاز. حجم الغاز بيساوي ايه؟ قال لي والله يا مستر بيساوي عدد المولات اللي هي 1 في 22.4، واعمل عملية مقص بالراحة. يبقى 53 في 1 في 22.4 على دي 100. معلش احنا قلنا كام؟ 153 و 106 شيء على 106. معلش بقى اصل ايه القلم ساعات بيعدل من نفسه، ما علينا. المهم هضرب اهو 53 في 1 في 22.4 على 106، هيطلع لك الإجابة 11.2 لتر. صعب الموضوع؟ لا مستر الموضوع في التمام منه أو سهل. خش على السؤال اللي بعده، برضو عامل محدد للتفاعل. ايه ده بقى وركز معايا عشان دي مسألة مستوى عالي قوي. بيقول لي في التفاعل التالي إذا استخدم 5 جرام من كل متفاعل. أنا قلت لك اقسم الصفحة نصين عشان أنا كان عندي متفاعلين، إنما دي بقى عندي كام متفاعل؟ 5. لما بنيجي نعمل علاقة قلت لك بص مش على حسب، يعني أنت معاك في المتفاعلات 5، قصدي 3 أو 3 متفاعلات، يبقى أنت هتقسم الصفحة بتاعتك دي إيه؟ 3 تنصاص. ثانية واحدة، هنقسم الصفحة دي بتاعتنا 3 تنصاص. طبعا عشان المكان مش هيقضي فانا واحدة واحدة، لا دي ملناش علاقة بيها. المهم عشان المكان بس مش هيقضي فانا هحاول ايه اعملهم واحدة واحدة. هقسم الصفحة نصين اهو عادي، وبعد كده هشتغل كده اهو. بص همسح دي كده ما بين قوسين كده، وكده اشتغل واحدة كمان تحت. ماشي بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل علاقة ما بين المتفاعلات واحد النواتج. اي ناتج نفسك فيه اللي انت عايزه. يعني انت مثلا عايز تعمل علاقة ما بين ده، انا اخترت مثلا KCl. تمام، انت اخترت ده صح. يعني انت هتعمل علاقة ما بين المتفاعل وده، غصب عنك لازم ده مع نفسه ولازم برضو ده مع نفسه، لازم. يعني هتعمل علاقة ما بين ده وده وده واحد النواتج، لازم تثبت احد النواتج في التلاتة. على مزاجك، انت عايز تختار ده اختار، عايز تختار ده، بس المهم اللي تختاره في مركب اعمله في كله. تمام، يلا بينا. اول علاقة هنعمل علاقة ما بين 2KMnO4 اهو، 2KMnO4 و انا اخترت 2KCl. ماشي، تعال لما التاني، يلا لما التاني اختار 2HG2Cl2 وهعمل علاقة ما بينها برضو ما بين 2KCl اللي انا عايزه.
تمام. المهم ان انا ثبت حاجه، وبعد كده اخر واحده هعمل علاقه ما بين 16 اتش سي ال 16 اتش سي ال و 2 كي سي ال. المهم ان انا مثبت ال 2 كي سي ال ده في كله، وابدا اشتغل شغل عالي عادي بقى براحتي بقى، اشد سهم نار. هو قال لي استخدم 5 جرام من كل واحد، يعني من كل متفاعل من اللي انا هفعله ده استخدمنا 5 جرام. ده جرام يبقى قصده علامة استفهام، اللي انت عايزه بقى مول جرام اللي انت عايزه، انا هشتغل جرام. ده جرام يبقى اللي فوق جرام، ده جرام يبقى اللي فوق جرام. جرام يبقى احسب حاجة اسمها الكتلة المولية او الكتلة. يلا بينا. الرقم ده مضروب فين؟ قال لي مضروب في الكل. اكتبك، قلت لك اكتبه وافتح قوس. تمام. الكي مديهالك ب39 زائد المنجنيز ب55 زائد الاو ب16 مضروبة في 4. واجيب الكلام ده على الآلة واحدة واحدة، انا مع بعض واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 2 وافتح قوس 39 زائد 55 زائد 16 في 4 تطلع لك 316. 316. اللمة التانية احسب ده، قلت لك لو في رقم بره اكتبه وافتح قوس. الكي 39 زائد الكلور ب35.5. تمام تمام يا مستر، ولا في مشكلة ولا نيلة، موضوع بسيط اهو. يلا بينا. ادي 2 وافتح قوس 39 زائد 35.5 واقفل القوس تطلع لي 149. وبقى كده اعمل عملية مقص، انا معاك اهو واحدة واحدة. 5 في 194 على 310 يطلع لي 2.4. حلو حلو يا مستر، يبقى طلع الناتج ده 2.4. ده بقى ايه يعني؟ علمنا عليه كده ونركنه على جنب. تعالى بقى نخش لحبيبنا وحبيب القلب ده واحدة واحدة. أول حاجة أشد سهمين. هو مديني معلومة عن ده، قال لي إذا استخدم 5 جرام من كل متفاعل. الرقم مدولي قصده علامة استفهام جرام. علامة استفهام جرام. ده جرام يبقى اللي فوق جرام، ده جرام يبقى اللي فوق جرام. كده كده انت لسه حاسب ده من شوية اهو ب149. احسب ده بقى واحدة واحدة. ادي 2 وافتح قوس. الزئبق ب200.5. تمام. مضروبة في 2 زائد الكلور ب35.5. زائد الكلور 35.5 مضروبة برضو في 2 واقفل القوس بتاعي. اروح اجيب ده لوحده. ادي 2 وافتح قوس. الزئبق 200.5 في 2 زائد 35.5 برضو في 2 واقفل القوس تطلع 944 حقها. تمام. وبقى كده اعمل عملية مقص واحدة واحدة. ادي 5 في 149 على 944 هيطلع لنا بزيرو علامة 789. قول 0,789 واثبت الرقم ده كده واركنه على جنب. تعال نخش تحت. يلا واحدة واحدة، انا معاك اهو. بسم الله توكلنا على الله. واحدة واحدة. مديك معلومة عن ده ان هو ب5 جرام، قصده علامة استفهام جرام. ده جرام يبقى اللي فوق جرام، ودي لسه حاسبينها فوق ب149. احسب دي بقى على جنب اهو. 16 وافتح قوس. الاتش بكام؟ 1 زائد 35.5 هتطلع لك تقريبا ب73. بعد كده اعمل عملية مقص. يلا اعمل حاجة. ادي 5 في 149 على 73 تطلع لك 10.2. السؤال: مين المادة اللي ادت أقل ناتج؟ ده 10.2. ده 7,789 من 1000، وده 2.4. لا يا مستر، المادة اللي أقل حاجة هي ده اللي اسمها 2HG2Cl2. أقول كده إذا HG2Cl2 هو المادة المحددة للتفاعل، لأنها ادت أقل عدد من النواتج. صعب الموضوع؟ لا يا مستر الموضوع تمام وفل 24 ورقم. خش لي على المسألة اللي بعديها. ركز بقى معايا عشان هنا في شغل تقيل جدا 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 جدا. طب نسيب المسألة دي ونخش على مسألة تانية
وهفهمك منها الدنيا عشان دي تقيلة شوية. واحدة واحدة انا معاك اهو. بسم الله توكلنا على الله. انا عايز المسألة الأخيرة دي اللي هتفهمك اللعبة كلها، ودي أهم مسألة هشرحها النهاردة، فركز معايا. بيقول يتحد غاز النشادر مع غاز كلوريد الهيدروجين. النشادر ده بيتحد مع غاز كلوريد الهيدروجين مكونا سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم اللي هو NH4Cl. بيقولك عند تفاعل 34 جرام من النشادر مع 18 وربع جرام من كلوريد الهيدروجين. بيقول لي ما المادة المحددة للتفاعل؟ دي سهلة. النصيبة بقى في دي ما كتلة المادة المتبقية بدون تفاعل. طب يلا نشتغل شغلنا عادي. أنا بقسم الصفحة نصين عادي وبعمل علاقة ما بين المتفاعلات والنواتج. طب المتفاعلات كانت NH3 تمام مع NH4Cl، وكان كمان مرة ارجع بس فوق HCl. حلو HCl مع NH4Cl اهو HCl مع NH4Cl. كده انا عملت علاقة ما بين المتفاعلات والنواتج. والله اللي يديني كتلة اقل يا مستر يبقى ده العامل المحدد للتفاعل. واحدة واحدة. مستر تعال نطلع فوق. قال لي عند تفاعل 34 جرام من النشادر. اجي عند النشادر واكتب 34 جرام. قلت لك الرقم اللي مديهولي قصده علامة استفهام جرام. يلا يا عم الحاج، ده جرام يبقى اللي فوق جرام، ده جرام يبقى اللي فوق جرام. جرام يبقى احسب حاجة اسمها الكتلة المولية بالراحة. ال N ب14 زائد ال H بواحد مضروبة في 3 تطلع لك 17. اللمة التانية ال N ب14 زائد ال H بواحد في 4 ب4 زائد الكلور 35.5 يطلع لنا كام بكام يا عم الحاج؟ اهو 14 زائد 4 زائد 35.5 يطلع لنا 53.5. بقى كده اعمل عملية مقص. تعال اما نشوف. يلا بينا. ادي 34 في 53.5. انا معاك واحدة واحدة اهو على 17 يطلع لنا الحمد لله ب107. اركن الرقم ده على جنب هنحتاجه. خش لي اللمة التانية. ال HCl مديني معلومة عنها ان هي فوق كده، لو رجع تاني كده تلاقي 18 وربع جرام. ده جرام يبقى اللي فوق جرام. ده قصده علامة استفهام جرام وده جرام. مش انا لسه حاسب الكتلة المولية للمركب ده من شوية كانت ب53.5؟ اه يا مستر حطه تاني. تعالى بقى على HCl. ال H بواحد زائد الكلور ب35.5 يطلع لك 36.5. صعبة؟ لا يا مستر جميلة. تمام تمام. يلا بينا نشتغل واحدة واحدة. يلا ادي 18 وربع في 53.5 على 36.5 يطلع لنا 26.6. 26.6. 26.6. المهم مين المركب اللي اداك ناتج اقل؟ يبقى ده. اذا HCl هو المادة اذا HCl هو المادة المحددة للتفاعل. مش ده النصيبة بقى. النصيبة بقى ان هو عايز حاجة اسمها كتلة المادة المتبقية بدون تفاعل. مش المادة المحددة للتفاعل دي هي المادة اللي خلصت. ايوه يا مستر يعني HCl ده خلص. تمام. مين بقى اللي اتبقى منه؟ اكيد التاني. طب اللي هو النشادر. طب هو النشادر كان داخل بكام جرام؟ اطلع فوق كده هتلاقيه كان داخل ب34 جرام نشادر. هل بقى ال 34 جرام دول خلصوا؟ لا، في جزء منهم اتفاعل وجزء التاني اتبقى لان المادة دي ما خلصتش لسه. في جزء منها اتفاعل وجزء اتبقى. انا بقى لو جبت الجزء اللي اتفاعل اقدر اجيب الجزء اللي اتبقى. صح ولا انا غلطان؟ لو انا جبت الجزء اللي اتفاعل اطرحه من ال 34 يديك اللي اتبقى. طب انا لو عايز اجيب كتلة المادة المتبقية اعمل ايه بقى؟ هعمل علاقة ما بين المتفاعلات وبعضها. اطلع فوق هات المعادلة وهتفهم كل حاجة. اعمل مش المتفاعلات كان النشادر و HCl ثانية واحدة بقى. HCl فوق كان داخل ب18 وربع.
هل هم خلصوا؟ خلصوا، لان دي المادة المحددة للتفاعل، يعني المادة اللي خلصت. السؤال بقى، هل كلهم اتفاعلوا مع ال 34 جرام؟ لا، ال 34 جرام دول ما خلصوش، في جزء اتفاعل وجزء اتبقى. انا بقى عايز اعرف الجزء اللي اتفاعل ده مع ال 18 كان كام، علشان لو جبته اقدر اجيب اللي اتبقى. ده جرام يبقى اللي فوق جرام، ده جرام يبقى اللي فوق جرام، ولسه حاسبلك الكتلة المولية فوق، ده 17 وده كان 36 ونص. وبقى كده اعمل عملية مقص. تعالى اما نشوف كده واحدة واحدة. بسم الله توكلنا على الله. مع بعض 18 علامة 1.5 في 17 على 36 ونص، يطلع لنا 8.45. يعني معنى كده ان الجزء اللي اتفاعل من هنا 8.45 جرام. ده الجزء اللي اتفاعل. احنا بقى عايزين اللي اتبقى. طب هو داخل ب34، اتفاعل منه 8.45 جرام، يبقى يتبقى كام؟ اطرحهم من بعض، يبقى ناقص 8 علامة 4.5، يطلع لنا 25.55%. وفعلا دي الإجابة الصح. نخش على السؤال اللي بعده. سؤال بيقول السؤال ده جامد. بيقول لي عند تفاعل محلول يحتوي على الرقم ده جزيء من هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH مع كمية من محلول حمض الهيدروكلوريك، نتج 18 جرام من الماء، فما المادة المحددة للتفاعل؟ أولا يا أستاذ، المادة المحددة للتفاعل هي بتبقى في المتفاعلات، يبقى لا إما NaOH لا إما HCl. أنا أول حاجة مديني عدد الجزيئات، أقدر أجيب منها عدد المولات. اللي أنا أعرفه إن عدد المولات بيساوي عدد الجزيئات على عدد أفوجادرو. عدد الجزيئات هو مدولك 12 علامة 0.4 في 10 أس 23 على عدد أفوجادرو اللي هو 6.2 في 10 أس 23، هيطلع لنا ب2 مول. حد عنده اعتراض؟ لا يا مستر. تمام. انا ممكن اجيب الكتلة بتساوي عدد المولات في الكتلة المولية، ادي 2 في الكتلة المولية. انت عايز تجيب كتلة مين؟ NaOH. تمام. Na يطلع فوق هتلاقيه مديهالك ب40 زائد، انا اسف، هتلاقي Na ب23 23. انا مشكلة ان انا لو شلت هيمسح ده كله. المهم Na 23 زائد الأو 16 زائد الاتش ب1. تمام. هما هيطلعوا 40 يعني، يبقى 2 في 40 يطلع 80 جرام. كده انا جبت يا دكاترة عدد المولات من القانون بتاع افوجادرو او عدد افوجادرو، وجبت الكتلة. ثانية واحدة بقى، انت معاك كام جرام من NaOH؟ معايا 80. هعمل علاقة ما بين NaOH والمية اللي خرجت دي. تمام. لو NaOH فعلا طلع لك 18 جرام يبقى هو المادة المحددة للتفاعل. لو طلع رقم أكبر يبقى المادة اللي معاها المادة المحددة للتفاعل. طب ما تيجي اما نشوف. أنت لسه جايب كتلة ده ب80 جرام صح؟ قصدوا علامة استفهام جرام. ده جرام يبقى اللي فوق جرام، ده جرام يبقى اللي فوق جرام. حد عنده مشكلة؟ لا يا مستر مفيش مشكلة. تمام بالراحة. احنا لسه او NaOH لسه حاسبين كتلته المولية ب40، والمية ب1 في 2 زائد الأوب 16 يطلع 18. فلما تعمل الكلام ده على الآلة هتكتب كده على الآلة 80، هيطلع لك في الآخر يعني 36 جرام. السؤال لحضراتكم بقى، لما ده طلع 36 جرام، بالراحة على الناس هتفهمها. هو قال لك أنا عايز أطلع من المية 18، هل NaOH طلع 18 ولا رقم أكبر؟ رقم أكبر. يبقى كده مش ده المادة المحددة للتفاعل. أمال المادة المحددة للتفاعل المادة اللي معاه. إذا HCl هو المادة المحددة للتفاعل، وذلك لأن المادة المحددة للتفاعل بتبقى في المتفاعلات على طول. خلي بالك، لو كان ال NaOH ده طلع 18 فعلا كان هو المادة المحددة للتفاعل، بس لا، ال HCl يبقى هو المادة المحددة للتفاعل. في ناس بقى ممكن تفكر تقول يا مستر ثانية، أنا ممكن أجيبها لك بدماغي في ثانية. مش أنت قلت لي عامل محدد للتفاعل لا إما NaOH لا إما HCl؟ قال لي قلت له مش أنت لسه جايب عدد المولات بكام مول؟ 2 مول. بالعقل راح الراجل حسب عدد مولات المية، لا عدد مولات المية، عدد المولات بيساوي المية H2O الكتلة على الكتلة المولية. طب الكتلة مدالك في المسألة بكام؟ ب18 على الكتلة المولية 18 يطلع لنا 1 مول. تمام. ثانية واحدة، يعني المية دي لازم يخرج منها كام مول؟ قال لي والله مثلا لازم يخرج منها 1 مول.
طب بالعقل بقى ال NaOH مش ده واحد، الواحد بيخرج واحد. طب لما ده يبقى اتنين كان المفروض يخرج لي اتنين صح؟ وانا عايز اخرج واحد، يبقى معنى كده يا دكتور ان ال NaOH ده هيطلع لي مولات زياده عن اللازم. مش انا عايز واحد، ده للاسف بدل ما يطلع لي واحد مول هيطلع لي اتنين مول، فطلع لي زياده. يبقى معنى كده ان مش الماده دي مش هي المحدده للتفاعل. يبقى مين المحدده للتفاعل اللي معاها اللي هو مين بقى؟ HCl. في مشكله؟ لا مفيش مشكله يا مستر، والموضوع سهل وممكن تحل بكذا طريقه على فكره السؤال ده. تعالى بقى يا صديقي الأحلى مسألة هنحلها النهاردة، ماشي؟ بيقول لي من التفاعل التالي عند خلط 44.8 لتر من غاز النيتروجين، تمام، مع 140 لتر من غاز الهيدروجين، ما المادة المحددة للتفاعل ومع حجم الغاز المتبقي بدون تفاعل؟ قلت لك بقسم الصفحة نصين وبعمل علاقة ما بين المتفاعلات وبعضها، المتفاعلات والنواتج. يبقى N2 وسهم 2 NH3. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. اللمة التانية هعمل علاقة ما بين 3H2 و 2NH3. يبقى أنا عملت إيه؟ كمان مرة عملت علاقة ما بين المتفاعلات وبعضها، ده مع ده وده مع ده. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. يلا بينا نتوكل على الله ونشتغل مع بعض أحلى شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. البي ده أشد سهمين، مديني معلومة عنه إن هو ب44.8 لتر، قصده علامة استفهام عايزها زيه لتر. ده لتر يبقى اللي فوق لتر، ده لتر يبقى اللي فوق لتر. لتر يبقى أحسب حجم الغاز، حجم الغاز بيساوي عدد المولات اللي هو 1 في 22.4. عدد المولات هنا 2 في 22.4. هتعمل لي ده على الآلة هيطلع لك تقريبا تعالى لما نشوف كده مع بعض 44.8 في 2 في 22.4 على 22.4 يطلع 89.6 لتر. تمام، علم لي بقى على ده كده على جنب كده عشان عايزه في موضوعه كده. تعالى لما التانية أشد سهمينها بالراحة واحدة واحدة أنا معاك أهو. بيديك معلومة عن ده ب140 لتر، تمام، ده قصده علامة استفهام لتر. ده لتر يبقى اللي فوق لتر وده لتر يبقى اللي فوق لتر. هنا هحسب حجم الغاز، عدد المولات في 22.4. هنا عدد المولات اللي هما 3 في 22.4. جاي اعمل عملية مقص. هلاقي ده بقى هيطلع لي ايه؟ واحدة واحدة. ادي 140 في 2 في 22.4 على 3 في 22.4. المهم هيطلع الناتج 93.33 لتر. السؤال مين المادة اللي ادتك أقل حاجة؟ النيتروجين. إذا النيتروجين هو العامل المحدد للتفاعل لأنها ادت أقل حاجة من النواتج. إذا النيتروجين هو العامل المحدد للتفاعل. الفكرة بقى إن هو عايز حجم الغاز اللي اتبقى. تعرف يعني إيه عامل محدد؟ يعني خلص، يبقى مين اللي اتبقى؟ أكيد اللي جنبه الهيدروجين. طب والهيدروجين كان داخل بكام؟ كان داخل ب140 لتر. طب السؤال ال100 ولا ال40 لتر دول اتفاعلوا كلهم؟ قالك لا عشان هي ما خلصتش، ده فيها جزء متبقي. يبقى اكيد في جزء اتفاعل وفي جزء تبقى. انا لو جبت الجزء اللي اتفاعل اقدر اجيب الجزء اللي اتبقى عن طريق ان انا اطرحه من 140. قلت لك عشان تجيب الموضوع ده لازم تعمل علاقة ما بين المتفاعلات وبعضها، يبقى بالشكل ده كده واشد سهمين واشتغل. سؤال هو النيتروجين ده كان داخل بكام لتر؟ اقرا اطلع فوق كده هتلاقيه ب44.8 لتر. السؤال مش ال44.8 مش النيتروجين هو العامل المحدد للتفاعل؟ خلص يعني ال44.8 دول خلصوا صح؟ طب السؤال هل اتفاعلوا مع ال140 لتر كلهم؟ لا، اتفاعلوا بقى مع جزء من ال140. انا بقى عايز اعرفه كام. لو عرفته اقدر اجيب الجزء اللي اتبقى، ده لتر يبقى اللي فوق لتر، ده لتر يبقى اللي فوق لتر. بالراحة. لتر يبقى احسب حجم الغاز، عدد المولات 1 في 22.4 ب 22.4.
هنا عدد المولات 3 في 22.4. يبقى كده اعمل لي عملية مقص. تعال لما نشوف 44.8 في 3 في 22.4 على 22 على ثانية واحدة على 22.4. هيطلع لك يا أستاذ إن اللي اتفاعل من ده ب134.4. ثانية واحدة. يبقى اللي اتفاعل من ده 134.4. ده الجزء اللي اتفاعل من الكام؟ من 140. تقدر تجيب اللي اتبقى اطرحهم يا مستر. يبقى 140 ناقص 134.4 يطلع لنا 5.6 اتبقوا. ودي الإجابة الصح. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.